مصر والجزائر حبايب في الامارات، اقسم لك بالله. يمكن من حوالي 15 سنه من ايام حسن شحاته اول مره احس ان منتخب مصر فعلا بقى منتخب كوره، رجع لايام ما كنا بننيم افريقيا كلها من المغرب. معانا مدير فني اقسم بالله مرعب، بنلعب من الدقيقه 30 طرد لعيب ومش حاسين. انا اول مره اشوف في حياتي، لو جيت اتفرجت على ماتش ما بين اي فرقتين ولقيت فرقه مطرود منها لعيب، بتحس ان الفرقه دي مطرود منها لعيب متاثره. انما روي فيتوريا حسسني ان منتخب مصر كامل العدد، سبحان الله. مش بلاعب بقى منتخب من تحت بير السلم، مش بلاعب مثلا بوتسوانا، مش بلاعب اي منتخب جاي في افريقيا اللي هم بيشيلوا اسمنت ولا بيشيلوا. انا بلاعب النهارده منتخب اقل لعيب فيه متكلف مليارات، كلهم محترفين. انا بلاعب منتخب الجزائر وبيتعادلوا معايا في الدقيقه 5 ولا 96 وانا مطرود مني لعيب. بقول لك اول مره احس من ايام حسن شحاته ان منتخب مصر قادر يكسب اي منتخب، تجيب جون في اي وقت. النهارده روي فيتوريا خلالك بص، اول حاجه مفيش مجامله، تاني حاجه بص على منتخب مصر في العرضيات، ده مخلي حمدي فتحي بقى متوهج، بقى عامل شبه الشبح. اما كان مع الاهلي بيكمل في ال 18، النهارده حمدي فتحي الراجل مديله قرارات. اول ما الكوره تبقى في الجو حمدي فتحي ما بيبقاش ديفندر، بيبقى فروت تاني جنب مصطفى محمد. النهارده الجون اللي جابه حمدي فتحي هو اللي في وش الجون. اللي يشوف حمدي فتحي يقول فرود. يا جماعه الخير، عرفوا العالم كله او عرفوا افريقيا كلها ان حمدي فتحي ده ديفندر. اللي بيجيب الاجوان لمنتخب مصر بدماغه ده ديفندر مش فرود. والله الراجل خلى منتخب مصر او عمل نسخه من منتخب مصر هتبقى نسخه مرعبه. كل الشكر لروي فيتوريا والعين اللي اختارته. ما كانش ينفع الراجل ده لما يجي له عرض من الدوري السعودي اللي عمال يسرق مدربين اللعيبه وعمال يسرق اللعيبه بتاعت العالم، ان الراجل ده يمشي. مش هينفع. الراجل ده اللي هنبني عليه منتخب مصر. لو عندنا اتحاد كوره بينظم للراجل ده دوري في ميعاد، افريقيا في ميعاد، كاس في ميعاد، تجمعات منتخب في ميعاد، انما مفيش. الراجل اصلا بينقي لعيبه مهلوكه بدنيا مش قادره تقف. بعد طرد محمد هاني في الدقيقه 30 او الدقيقه 31 كله بدا يلوي بوزه، اصل مش عارفه سحب مين، طلع مش عارفه مين، ده شال مين، وكان المفروض ينزل مين، واحنا 100 مليون محلل. هو انا حاسب الراجل على تغيير ولا حاسبه على شكل، على منظومه، على منتخب مصر كورته عامله ازاي؟ النهارده منتخب مصر بيلعب كوره، المنتخب شكله حلو. انت وانت قاعد بتتفرج هتحس ان المنتخب شكله يطمن. بتلعب النهارده منتخب الجزائر مطرود منك لعيب من الدقيقه 31 وبتلاعبهم ناقص توتال، او بتلاعب ليفل عالي جدا في افريقيا، لعيبه كلها دوليه مصنفه في الدوريات المحترفه فيها، وبتبان ان انت اللي بتهاجم وانت اللي بتسجل الهدف الاول وهم اللي بيتعادلوا معاك. كور العاليه انت اصبحت مرعب فيها، خط دفاعك بقى واقف صح. علي جبر ما كانش كده يا جماعه. علي جبر النهارده في منتخب مصر جنب محمد عبد المنعم تحس من ايام وائل جمعه ودفاع المنتخب وهاني سعيد والناس دي، فاهمين هم بيعملوا ايه. الراجل النهارده اتصاب وباين ان في الكور العاليه بعد ما طلع بدا منتخب الجزائر يشتغل عليه لغايه ما جه منها الهدف الاول. مش بقلل من ياسر ابراهيم او من اي مدافع او من تغيير، الا ان بان ان في شغل. الراجل فاهم هو بيعمل ايه. ده بقول لك بعد المباراه على طول بدا يعنف اللعيبه، والكلام ده كلام تريزيجيه، ان كل اللعيبه زعلانه ان الجزائر اتعادلت مع مصر. ايوه يعني ايه الجزائر اتعادلت مع مصر؟ بلعب ب 10 لعيبه، انا بطل افريقيا، بطل كاس الامم، بطل كل حاجه في القاره دي هو منتخب مصر. لازم نبقى زعلانين. احنا فرحانين بالشكل، بطريقه اللعب، باللعيبه والروح اللي ظهروا بيها، انما طبعا كل الزعل عندنا على النتيجة ان احنا منتخب الجزائر اتعادل معانا في مباراة ودية اللي يشوفها يقول عليها نهائي كاس افريقية، مباراة افتتاح في كاس عالم. لو الفيديو عجبكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات الجاية كتير.